السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو والملاعب. أي مشروع في الدنيا لو ما تعملوش ريسك مانجمنت صح واتحطت كل الأخطار واتدرست بشكل سليم، المشروع ده هيكون مهدد بالفشل، أو هيكون قدامه صعوبات كتيرة قوي علشان يوصل للنجاح. لانه الريسك مانجمنت لما بتتعمل صح بتخليك تعمل كل حاجه صح، بتخليك تعمل تايم مانجمنت صح، وبتخليك تعمل ستيك هولدرز مانجمنت صح. فلما الريسك بتتعمل غلط كل اللي بيترتب عليها غلط واخطاء. انا لو بصيت لبطوله وهعتبرها مشروع وهتكلم عليها كمشروع زي البطوله العربيه للانديه اللي بتتلعب اليومين دول في المملكه العربيه السعوديه، هتشوفوا ده وهتشوفوا اللي انا بدات بيه كلامي بالتفصيل. بس مبدئيا قبل ما اتكلم عن البطوله العربيه، انا من اكتر الناس المؤيده جدا لفكره البطوله العربيه، سواء البطوله العربيه للانديه او كاس العرب للمنتخبات. انا مؤيد جدا للبطولات العربيه دي ودوره الالعاب العربيه اللي نفسي ترجع، بس علشان يعني يبقى الكلام واضح من اوله. انا مؤيد جدا للبطولات دي، واي حاجه واي احداث بتساهم في يعني بتدي روح التأخي العربي والوحدة بيننا كعرب، أنا مؤيد ليها. لكن أنا في سلبيات في إدارة المشروع ده عايز أتكلم فيها. لما أجي مثلا أقول لكم الريسك مانجمنت اتعملت غلط ليه؟ أنا شفت حد من اللجنة المنظمة للبطولة بيتكلم وبيقول ازاي اشتغلوا على البطولة وازاي كانوا يعني بيعملوا شغلهم. اتكلم على 4 نقط أو 5 نقط كويس. ان سلامة ارضية الملاعب كلها، تسهيل على الجمهور في الحضور يعني وكده، تسهيل الحصول على التذاكر يعني. اتكلم على وجود مرافق طبية حوالين الملاعب والفنادق اللي هيكون فيها بعثات الأندية المشاركة أو جماهير الأندية، برضو مرافق طبية حوالين الملاعب علشان يحققوا أي طارئ ممكن يحصل مع أي مشجع أو ما إلى ذلك وقت الماتشات. كل ده كويس، كل ده ما عنديش مشكلة فيه فعلا، ما دي كلها مخاطر ممكن تحصل طبعا يعني. يمكن آخر نقطتين أنا قلتهم ربنا يبعد الشر عننا كلنا يعني، عن كل الفرق العربية وكل الجمهور العربي يا رب يعني، وربنا يسلمكم كلكم وتكونوا بألف خير وصحة وسلام بإذن الله. الحاجات دي أنا معاها جدا، بس أنا استغربت لما ألاقي إن أنت في الأربعة دول، في ال4 نقط دول أو 5 نقط، ما عملتوش حساب حاجة مهمة جدا وما اعتبرتوهاش خطر على البطولة. وقت لعب البطولة، التوقيت اللي هيتلعب فيه البطولة، ده ممكن جدا يكون من الاخطار اللي تهدد اي بطولة. ليه؟ فاكرين في حلقة باب الجمال اللي اتعملت في شهر 3 2022، كنت بكلم فيها على كاس العالم واستضافة قطر لكاس العالم؟ فاكرين انا قلت لكم ايه ساعتها؟ قلت لكم من اهم الحاجات اللي اعتبروها ريسك اللجنة المنظمة عن كاس العالم في قطر، قلت لكم توقيت البطولة. هم كانوا عارفين انه كاس العالم لو اتلعب في شهر 6 زي التوقيت بتاع كاس العالم الطبيعي، كاس العالم ده هيفشل فشل ذريع نتيجة الجو الوحش في الوقت ده في دولة قطر، نتيجة طبعا الرطوبة بتبقى عالية جدا لأن الحرارة بتكون عالية جدا فالرطوبة بتبقى عالية جدا. فطبعا لو كاس العالم اتلعب في الوقت ده كاس العالم كان هيبقى فاشل فشل ذريع. عشان كده هم عرفوا يتجاوزوا الخطر ده وكلموا مع الفيفا وقالوا لهم احنا عايزين هيتغير توقيت كاس العالم يتلعب في كذا وكذا، زي ما شفنا اتلعب في شهر 11 و12 2022. كويس. فدي ناس حطت توقيت البطولة وخطروا على نجاح البطولة فاشتغلوا على ده. انا مستغرب بقى في بطولة عربية انت جاي مختار شهر 7 و8 يعني يتلعب فيها البطولة. طيب مش انا بقول لكم لما الريسك اتعملت، لما الريسك بتتعمل غلط او ناقصة بتخليك باقي عناصر الادارة بتتعمل غلط؟ هشوف انا معاكم ازاي. انا النهارده اما ما حطيتش اساسا
توقيت البطولة كأحد الأخطار اللي بتهدد نجاح البطولة، اللي حصل بعد كده ايه؟ ان انا ما عملتش ستيك هولدرز مانجمنت كامل صحيح. بمعنى لو انا حطيت توقيت البطولة قدام عيني، كنت هعمل حساب اصحاب المصلحة اللي هم الاندية العربية اللي هتشارك. ما انت هتلعب البطولة بمين؟ ما انت هتلعبها بالاندية العربية اللي هتشارك. عشان كده ده ما اتعملش. وانا لما بتكلم وبقول لكم انه الوقت مشكلة، هقول لكم ليه. نمرة واحد، السبب اللي قطر ما كلمت علشان كاس العالم يتلعب في شهر 11 و 12، لانه الاجواء في الفترة دي ودرجات الحرارة في الفترة دي ما بتبقاش سيئة في قطر بس، في كل منطقة الخليج العربي كلها بتبقى الحرارة عالية والرطوبة عالية وحاجات من دي. كويس؟ ادي حاجة. الحاجة التانية اللي طبعا غابت فيها تماما إدارة أصحاب المصلحة عن اللجنة المنظمة للبطولة، إن الفرق العربية المشاركة كلها مخلصة مواسمها وهي جايبة أرض بالبلدي كده مشحرة. كويس؟ يعني أنا إذا كنت بتكلم على، هشوف أنا الفرق اللي كانت كويسة بسرعة كده، شوف فرق اللي كانت كويسة في الدور الأول واللي ظهرت بشكل سيء. كويس؟ النصر كان من أسوأ الفرق بالنسبة لي في الدور الأول. ليه؟ النصر لحد آخر أسبوع بيلعب بكامل جهده في الدوري السعودي. ليه؟ لأنه الدوري السعودي اتحسم في آخر ماتش بين النصر والاتحاد، والاتحاد جدة خد البطولة. طيب فده النصر، وكمل في كاس خادم الحرمين الشريفين، وكمل في كاس ولي العهد، فبيلعب الموسم المحلي لاخره. طيب الهلال السعودي ده من أسوأ البطولات العربية. الهلال من أسوأ مشاركات الهلال العربية البطولة دي، رغم صعوده يعني للدور الثاني. ليه؟ الهلال لعب نهائي بطولة آسيا للأندية، وصل نهائي كاس خادم الحرمين. كويس؟ في الدوري كان مكمل برضو للآخر عشان عايز يحافظ على المركز الثالث علشان ما يخرجش موسم في الدوري موسم سيء جدا. كويس؟ يبقى فرقة مجهدة. كويس؟ ادي فرقتين، والفرقتين من السعودية. اروح مثلا ترجي تونسي سيء جدا كان. ليه؟ برضو نفس السبب، لعب سيمي فاينال افريقيا، لعب نهائي كاس تونس، نهائي كاس تونس والدور النهائي للدوري التونسي كمل فيه للاخر. فانت هنا ما عملش اي اداره لاصحاب المصلحه بشكل كويس. ما بصيتش انه الفرق دي عملت موسم طويل، فصعب تجيلك بكامل جهدها، وصعب تجيلك عندها صفاء ذهني وعندها حضور بدني فتعمل لك بطوله كويسه، تعمل لك شكل كويس في البطوله، وتعمل على المستوى الفني يعني بتكلم. كل ده ما اتعملش حسابه. كويس؟ ليه؟ ارجع واقول لك، لانك انت ما حطيتش اصلا الكلام ده كخطر بيهدد نجاح البطوله. فانت لما جيت تعمل باقي عناصر الاداره كانت سيئه جدا. اقول لكم على جانب مثلا الفرق اللي لعبت تعتبر ادت بشكل كويس في البطوله، هتلاقي السد القطري مثلا. ليه؟ الدوري في قطر كان بين الدحيل والعربي، والدحيل كسب في الاخر. ما كانش عندهم مشاركه قاريه، وفي المشاركه المحليه الثانيه هم يا دوب هي الحاجه الوحيده اللي عمل فيها مجهود السد، انه وصل نهائي كاس امير قطر. فمشاركاته ما كانتش كتير، فمرتاح، هو داخل بطوله عربيه مرتاح، ما عندوش، مش تعبان، مش مجهد. كويس؟ طبعا اتحاد جدة عمل بطولة هايلة وعظيمة، ما فيش كلام، وهو مكمل صح في الدوري واخد الدوري في اخر اسبوع، بس خارج من كاس خادم الحرمين بدري، خارج من كاس ولي العهد بدري، وما كانش عنده مشاركة قارية. فاللي انا عايز اقوله انه البطولة ما خدمتش، ادارة اصحاب المصلحة كانت سيئة، ما خدمتش حد، ما خدمتش حد خالص.
حتى اللي ماشيين كويس ماشيين كويس لانه موسمهم بس ساعدهم. عشان كده انا نفسي السلبيات دي تتصلح، نفسي نبص على الحاجات دي بجد ونغير الكلام ده فيما هو قادم، لان انا فعلا من اشد المؤيدين للبطولات العربيه سواء للانديه او للمنتخبات. اخر حاجه هقفل بيها انه اي مشروع في الدنيا لازم اداره المخاطر تحديدا تكون معموله كما يجب ان يكون، ما ينفعش يكون فيها غلطه، لان ده ممكن يبوظ المشروع كله. كده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته، على نلقاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب.